يا اولاد UPF انا هنا بنضرب في محل بوجه، عارف الكلام ده وجعكم شديد، عشان كده ماليني لك هاوس نيجروس هاوس نيجروس. اي نعم هذول انا هاوس نيجروس، لكن انتوا اكبر هاوس نيجروس، لانه اول حاجه انتوا الواحد منكم كالببغاء يردد ما يقوله سيده. عبد الواحد قال كلمه خلاص قديتونا بيها قد. تاني اقل حاجه هاوس نيجرو هاوس نيجرو، يا زول هاوس نيجرو وانتوا ما هاوس نيجرو. اول حاجه تعرفوا حاجه واحده، المجرم عبد الواحد محمد احمد النور ده اسس حركته دي اول حاجه بناء على افكاره. لما في ناس من المؤسسين معاه خالفوا افكاره شفتوهم طلعوا كامثال القائد مصطفى تنبور، ربنا يديه الصحه والعافيه وربنا يديمه ذخرا للبلاد. برضه مني اركم الناوي برضه ما كان جزء ولا يتجزا من الحركه بتاعته دي، لكن خلى له الحركه لانه عارف زول ما عنده مبادئ. الزول اي مبادره سلام ابدت الحكومه بيقول لها نو 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 نو. كويس، شايفين التعامل اللي بيتعامل معاه بيو من اركم الناوي، وكذلك القائد مصطفى تنبور وغيره. فعشان كده انتوا اكبر هاوس نيجرو. اول حاجه قضيه عبد الواحد محمد نور ما مسنوده بسند شعبي، والله دي حقيقه. الشيء ده اول حاجه استغل الضعف وقله التعليم اللي عندكم. كويس، عشان كده جعلكم زي المهم. ما اعرف انا ما دار اغلط في حقكم، عشان كده يعني بس كده يوجهكم انتوا يعني جعلينه كاله. عديل انا بقول لك الكلام ده والله، يعني الان جعلينه ان الزول ده بس كلامه هو الفيصل. ليه؟ الزول ده اقسم بالله ما عنده طرح سليم نهائي، وفي ناس كثير مخدوعين بعبد الواحد. انا ما اعرف انتوا يا جماعه او عليك الله كده. انتوا اول حاجه قبل ما تحررونا عن احنا كسودانيين عموما، انتوا كده حرروا عقولكم من عباده عبد الواحد. يا اخي شنو ذلك الله يا